حبايبي الغاليين، ازيكم؟ اتمنى تكونوا بخير وسعادة. وصفتنا النهاردة من الوصفات الرائعة اللي ريحتها بجد بتملى البيت كله دفى، حاجة كده طعمة. هنعمل النهاردة سينابون رولز، بس هنعمله بشكل جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. يلا بينا نشوف عملنا ازاي. في البداية هنحتاج كوب حليب دافي، هنحط عليه بيضة، وطبعا طالما في بيض يبقى لازم نص معلقة صغيرة فانيليا ومعلقة صغيرة خل. ننزل عليهم بمعلقة كبيرة خميرة ومعلقتين كبار سكر، نقلبهم بقى مع بعض كويس. بعد كده ننزل عليهم باربع اكواب دقيق مخبوزات او دقيق جميع الاستعمالات، وعليه معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة ملح ومعلقتين كبار حليب بودر. نعجن بقى كويس قوي لحد ما الدقيق كله يلم معانا. ننزل بقى بربع كوب زبدة وممكن زيت، بس الزبدة بتدي طعم احسن. نعجن بقى كويس لحد ما العجينة تبقى ناعمة معانا. نغطي عليها ونسيبها ساعة في مكان دافي عشان تخمر. والعجينة بتخمر نحضر بقى الحشو، عبارة عن كوب سكر بني، لو مش متوفر نستخدم سكر ابيض عادي. نحط عليه 3 معالق كبار قرفة ومعلقة كبيرة كاكاو خام، والكاكاو الخام اختياري. نقلبهم سوا وننزل عليهم بنص كوب زبدة. نعجنهم كويس مع بعض لحد ما يبقوا عجينة زي دي بالظبط. نركن الحشوة الجميلة دي بقى على جنب، هنحتاجها كمان شوية. وده شكل العجينة بعد التخمير. ناخد العجينة بقى ونرش دقيق بسيط ونفردها ونقسمها لجزئين قد بعض. ناخد بقى اول جزء ونبدأ نفرده على شكل مستطيل بسمك سنتي زي الشكل ده بالظبط. الحشوة بتاعتنا بقى الجميلة ونبدأ نفردها على العجينة بالشكل ده. نبدأ بقى نلم طرف العجينة لحد النص بالشكل ده، وبعد كده نتني الطرف التاني عليه. نسويهم بقى على بعض كويس، ونجيب سكينة او قطاعة ونحدد القطع على قد بعضها، وبعد كده نقطعها بالشكل ده. شايفين طبقات السينابون؟ تحفة. ناخد بقى قطعة قطعة ونبدأ نفردها حاجة بسيطة، وبالقطاعة بقى نعمل فيها 3 شرايط زي دول بالظبط. نبدأ بقى نضفرهم، وطبعا كلنا شاطرين في عمل الضفيرة. هتبقى بالشكل الجميل ده. نلف الضفيرة بقى على بعضها. شايفين الجمال ده؟ نخلص بقى كل الكمية ونرصها في صينية الكب كيك، ونغطي على السينابون ونسيبه نص ساعة عشان يخمر تاني. بعد التخمير ندخله بقى فرن سخن مسبقا على الرف الوسطاني ودرجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة. وبعد كده نشغل الشواية اخر 5 دقايق عشان ياخد لون ذهبي وجميل. وده شكل السينابون رول بعد ما خرج من الفرن. نسيبه بقى يهدى شوية ونحاول نسلكه بشويش من الصينية. نخرجه وهو لسه دافي، ونجيب نص كوب سكر، مش شرط سكر بني، ممكن سكر ابيض عادي، ومعلقتين كبار قرفة، وندحرج فيهم السينابون بالشكل ده. لو مش حابين الخطوة دي ممكن نحط عليه حليب محلى مكثف واي صوص عندكم. انا هنا حطيت صوص كراميل وصوص شوكولاتة. بسم الله ما شاء الله، بجد السينابون تحفة، وريحته كانت مالية البيت من جماله. مش قادرة اوصف لكم طعمه كان عامل ازاي، حاجة كده لذيذة بجد. ودي طبعا لكل عشاق السينابون. ولا عجينته كانت تحفة زي القطن. بجد انتوا لازم تجربوه بنفسكم. يلا، اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ومستنية تطبيقاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وبألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم.